جدعان كميه الكرياتيف اللي في الاعلانات السنه دي اعلانات بتتعاد بقى لها 3 سنين، نفس الافكار بنفس الممثلين بنفس التصوير. ديجافو يا معلم. حس كمان ان بتوع الماركتنج بقوا منفصلين عن الواقع، اغاني 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 بس مفيش اعلانات، كلها بقت اغاني، كلها بقت مهرجانات، كلها بقت رقص. عندك مثلا اعلان فودافون، بعيدا عن حته محمد صلاح اللي في الاخر عشان ما تهاجمش عليها، قعدت ادور في الاعلان عن كادر واحد انا شفته في حياتي الطبيعيه ما لقيتش يا معلم. الكادرات كلها كومباوندات، ايفونات، ملاعب جولف. وبعدين انا ما بفهمش دايما اعلان فودافون، ايوه يعني فين العرض؟ فين الشبكه؟ فين خدمه العملاء؟ ماشي، ها رقصنا وغنينا مع عمرو دياب اللي ما بيتغيرش بقاله 20 سنه، ها وبعدين اروح اشترك بقى في الشبكه؟ يعني هل ده سبب كافي ان انا اروح اشترك في الشبكه ان عمرو دياب يغني لها؟ اعلان وي تقريبا السنه دي جايبين احمد سعد كمصمم رقصات. لا مش انا مش فاهم برضو ايه علاقه الاغاني والرقص بالشركه، وايه هترمضان رمضاننا دي؟ هو انتوا بتخاطبوا عيال صغيره؟ هو مين التارجت بتاع الاعلان؟ طيب الكلمه دي تقريبا تتقال لعيال صغيره في ثالثه ابتدائي، لما تقول له تعرف تقول طبق نسيفه نفيسه، وانت بتقول انت بتقول له تعرف تقول قميص نفيسه نشف ولا ما نشفش. عارف فلوس الاعلان دي لو اديت الناس 50 جيجا قباقه مجانيه بمناسبه شهر رمضان، الناس هتحبك والله وهتدعي لك احسن من الاغاني والرقصات الغريبه اللي شفتها في الاعلان السنه دي. اعلان مبنين بصراحه، تصويره شويه في ناس شبهنا، بيديك رساله في الاخر افتح باب رزق لغيرك، مع ان ده بصراحه ما اعرفش ايه علاقته بالشبكه، بس هو بيشارك مجتمعيا. ماشي حلو جميل. بنك مصر بقى تحسه نسي ان هو بنك، تقريبا هو فاكر ان هو منتج اغاني، كل سنه اغنيه عافر وبتاع. يعني ده ايه علاقته بالفلوس مثلا؟ ايه علاقته بالكروت الائتمانيه؟ ايه علاقته بالدولار؟ مع تقديم اعجابي الشديد بالكادرات والتصوير والاخراج والحركات، شغل جامد من الاخر. بس هو في حاجه واحده بس، جبل موسى، المكان الوحيد اللي في العالم ان ربنا كلم عليه نبي سيدنا موسى. الجبل ده احنا طالعين نغني عليه في اعلان. في ناس قالت ان مش هو ده الجبل، ده جبل تاني، بس هما كاتبين جبل موسى. حمزه نمره الحمد لله على السلامه، انا بصراحه بحب حمزه نمره وسبحان الله غير الاحوال. اعلان فريش السنه دي روبي ظهرت فيه اكتر من الاجهزه اللي المفروض سيادتك بتعلن عنها وعن اسعارها وعن امكانياتها. هل احنا هنشتري بوتاجاز ولا هناخد روبي معاه هديه؟ نيجي بقى للاستفاله. قاعد بعد العصر الاقي مره واحده اعلان حرفيا رقاصه طالعه ترقص فيه مش لابسه غير تقريبا 30% من هدومها. الاعلان ده اللي خلينا نقول عمار الرشيدي. حد قال لكم ان احنا في رمضان؟ طيب يعني هل في حد وصل لكم المعلومه دي؟ السنه اللي فاتت اعلان مريم اتشال بعد ما الناس برضو قعدت تتكلم عليه. هل انتوا مثلا شفتوا ان دي فكره ناجحه ان الناس اتكلمت عن الاعلان وبعد كده احنا قلنا ايه خلاص يا عم احنا هنشيله، بس الناس خلاص كانت شافت الاعلان وشافت اسم الشركه فقلتوا ان دي فكره ناجحه جدا فيلا نكررها لحد برضو ما الناس تتكلم عليه وبعد كده يتشال؟ وبعدين هو مين اللي وافق عليه من الاول؟ هو ايه الهبل ده يا جدعان؟ الاعلان بصراحه مستفز جدا، يعني ده اكتر اعلان استفزني السنه دي. بعدين سبته على التلفزيون، بفتح يوتيوب لقيته في الصفحه الرئيسيه وبيطلع لي كل شويه على يوتيوب، فاللي هو احنا ايه هنفطرك؟ ده هو بافطار الصايم بيبقى ساعه الفطار مش بيبقى قبل الفطار. دي المعلومه اللي حابب اوجهها لفريق الماركتنج بتاع عمار. اعلان كوكاكولا لو شفته هتلاقي ان دايما كوكاكولا ظاهره في الكادرات. فكره انك بتباصي حاجه لحد، بتشارك حاجه لحد، حاجه دي هي ازازه كوكاكولا الناس بتديها لبعض، الناس نفسها مش ممثلين مش مغنيين، ناس شبهك وشبهنا وشبه الناس كلها، فانت دايما بتحس انك جزء من اعلان كوكاكولا. ودايما بيلعب طبعا ان انت صايم وبيجري لك ريقك بشويه تلج وحاجات مشبره وبتاع، بحيث تقول ايه ده انا هنزل اشتري دلوقتي كوكاكولا عشان على الفطار هفطر بيها وهشرب. فدايما اعلانات كوكاكولا بصراحه انا بحبها وبتبقى لذيذه كده وخفيفه وتو ذا بوينت. البرودكت بتاعنا اهو شايفين مشبر ازاي، الناس دي شبهنا كلنا مع بعضينا بنحب كوكاكولا، انا اشتريت. بس الاعلان مش مبتذل كده وعارف هو بيخاطب مين كويس. يمكن اخر رمضانين 3 ما بقيتش اشوف اعلانات بيبسي كتير، بس من فتره كده كانوا دايما بيجمعوا ممثلين العالم كله ويقول لك احنا بيبسي اهو. على الرغم ان كوكاكولا مثلا كانت بتنزل لك عرض خد نص لتر هديه يا عم على الازازه بتاعتك في رمضان السنه دي. انت بتنزل سوبر ماركت بتلاقي كوكاكولا لتر عليها نص لتر هديه باكس، وبيبسي هو نفس اللتر باكس، فطبعا بتشتري المنتج الارخص. في الاخر حابب اقول ان جو انك تجيب ممثلين ومغنيين في الاعلانات ده قديم قوي، ومش ده اللي انت بتخاطب بيه الناس العاديه اللي هي تعتبر الفئه الاكبر من الناس ومن المستهلكين اللي انت بتبقى عاوزهم يشتروا منك. الناس بتوع الماركتنج بقوا منفصلين جدا عن الواقع، بيروحوا يجيبوا اصحابهم يعملوا اعلانات، في حين ان الاعلان مش محتاج كل ده. انت محتاج انك تصور المنتج بطريقه معينه تلعب على مشاعر اللي قدامك. اعلانات زي كارير ومنى، نسكافيه، كل فشار، فانتالوب، الاعلانات دي فرقعت جدا وما كانش فيها ولا ممثل واحد. اعلان بسيط فكرته بسيطه بتوصل فكره المنتج بتاعك للمستهلك العادي اللي هو مش محتاج عمرو دياب يطلع يغني له ويقول له ان احنا شبكتنا حلوه. الاعلانات دي دايما بحسها ان هي بتنجح وبتسيب اثر اكتر في الناس، اكتر من انك تجيب ممثلين تصرف عليهم 3/4 تقريبا ميزانيه الاعلان وتنسى المنتج بتاعك نفسه، تنسى البرودكت نفسه اللي انت هتديه للمستهلك. انا عارف ان انا مش دارس ماركتنج وان انتوا جامدين جدا، بس يا ريت ترجعوا تنزلوا للمستهلك تعرفوا هو بيحب ايه وتعرفوا ازاي تخاطبوه. مش كل الناس قاعده في كومباوندات وبتجيب صحابها يعملوا اعلانات.